جالنا أسئلة كتير نبدأ ثانوية عامة امتى؟ هل في شهر 7 دلوقتي ولا نستنى شوية؟ ونبدأ اونلاين ولا نبدأ مع مدرسينا على طول؟ وفي الفيديو ده هجاوب لك على الأسئلة دي، يلا بينا. دفعة ثانوية عامة 2025 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صدقني بداية ثانوية عامة بدري لا تضمن لك أي شيء، ولا تضمن لك إن أنت هتجيب مجموع عالي، ولا تضمن لك إن أنت تخلص المنهج الأول. أنت كده بتستنزف طاقتك بدري ونفسك بدري، زي اتنين كده معاهم عربية ورايحين لنقطة معينة أو مكان معين هما الاتنين، وكل واحد فيهم معاه نفس عدد لترات البنزين، كل واحد في عربيته في نفس عدد لترات البنزين عند الاتنين، ولكن واحد فيهم مستني انطلاق العربية والتاني قاعد يعمل صوت بالعربية، اللي هو الصوت بتاع حرق البنزين في المحرك، اللي هو بيقولوا عليه يسخن العربية، اللي هو الصوت ده عشان يسخن الموتور، عشان لما يجي ينطلق تبقى العربية جاهزة ان هي تنطلق بسرعة. وفعلا العربية اللي سخنت الأول انطلقت أسرع ومشيت الاول، ولكن قبل ما توصل ببعض عدة الكيلومترات العربيه وقفت، ولما بص في العربيه اكتشف ان بنزينها خلص، عشان العربيه يا دوب كان فيها عدد لترات بنزين توصله للمنطقه بالعافيه. اما الشخص التاني اللي انطلق بالعربيه واحده واحده وكان واقف مستني وجاب الاول براحته وجاب التاني براحته، وبعد كده الموتور سخن منه واحده واحده، وكان عارف امتى يجيب الاول وامتى يجيب التاني وامتى يجري بالعربيه وامتى يهدي، وصل للنقطه اللي المفروض يوصل لهم ولكن بالعافيه. وهنا بقى الشخص اللي كان بيسخن العربيه كان شايف نفسه ان اللي هو بيعمله في الاول ده صح، ان هو لما يسخن الموتور وينطلق بسرعه ومش عارف العربيه هتبقى جاهزه للطريق وكده، ولكن ما حطش في باله ان العدد اللترات البنزين اللي موجوده فيه يا دوب توصله بالعافيه، على عكس صاحبنا اللي عرف ينظم عربيته وعرف يوصل للنقطه دي. واللي كنا مفكرينه في الاول متاخر هو اللي وصل لنقطته وهدفه، على عكس اللي بدأ بدري وعمل شو جه في السكه وقف. ايوه برضه، يعني انت عايز تقول لي ايه؟ نفس الكلام كده يا صديقي، ثانويه عامه عايزه حد بيعرف يوزع طاقته ووقته صح، مش بيحرق نفسه على الفاضي. ثانويه عامه ماراثون، عايزه اللي نفسه طويل مش سريع. صعب تلاقي حد في ثانويه عامه طول السنه طاقته 100%، ولازم برضه يكون عارف يوزع طاقته ازاي، امتى يشد وامتى يهدي الدنيا وامتى يمشي واحده واحده وعلى مهله. ولو عايزين تعرفوا ايه اهم الاوقات في ثانويه عامه محتاجين تشدوا حيلكم فيها، والاوقات اللي ممكن تمشي فيها على مهلك، اكتب لي تحت في الكومنت، هعمل لك فيديو ايه اهم الوقت اللي تشد فيه في ثانويه عامه والوقت اللي تمشي فيه على مهلك. وكمان تكون داخل ثانويه عامه عندك فكره ايه الوقت اللي مطلوب تشد فيه، وايه اهم الاوقات اللي محتاج تذاكر فيها كويس، وايه الاوقات اللي ممكن تكون عاديه، وكل وقت مطلوب تعمل منك ايه، وازاي توزع طاقتك صح. اكتب لي تحت في الكومنت لو عايزين فيديو عن الكلام ده. طيب يا يوسف، وجعت دماغنا، نبدا ثانويه عامه امتى بعد كل ده؟ هل نبدا في شهر 7 ولا نبدا في شهر نص 8 ولا نبدا امتى؟ ابدا ثانويه عامه مع زمايلك، ما تبداش ثانويه عامه بدري، بالعكس كل ما بتبدا ثانويه عامه متاخر انت اللي مستفاد، عشان اللي بيبدا بدري طاقته بتبقى اقل من اللي بدا متاخر، فانت لما بتبدا متاخر بيخلي عندك طاقه اكتر من اللي بدا بدري، بتبقى طاقتك لسه فيها الخير عنه، هو بيبقى استنزف طاقته زي مثال العربيات بالظبط. فابدا مع زمايلك، ما تبداش قبل منهم ولا اونلاين ولا تاخد فكره عن المنهج، ابدا مع زمايلك وبس كده. اخر حاجه عايز اقولها لك، اتعلم خلي نفسك طويل، ثانويه عامه عايزه اللي نفسه طويل مش سريع. سلام.